الدنيا هتعلم، طول ما الدنيا هتدور انا بالدنيا هتعلم، اتقدم هتعلم، اتقدم واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم. النور مش هيعطلنا طول، طول ما الدنيا هتدور انا بالدنيا. اشتركنا فيها في جامعة أسيوط، وكانت البطولة معمولة تحت طبعا قيادة المدير الفني لاتحاد الشد قايتان المصري الكابتن النميري عبد الله، وبنحييه كلنا الصراحة لأنه طبعا الكابتن النميري عبد الله الكابتن النميري عبد الله اول من اتى برياضه الشد قايتان الى مصر. يعني هو طبعا درب اكثر من عام بره في ايطاليا، منتخب ايطاليا بره، فراجل مصري درب بره في ايطاليا في بعض الدول وتحقيق خبراء كبار في العالم بره. ان هو الصراحه يبقى راجل مصري بهذه المكانه الرياضيه دي حاجه الصراحه كلنا بنفرح بيها. فطبعا اشتركنا في البطوله الجمهوريه لرياضه الشد قايتان على مستوى الجمهوريه، حققنا فيها 10 شهادات، 8 مركز ثاني و2 مركز اول. وفي نفس الوقت كان عندنا البطوله الدوليه للام ام اي اللي هو القتال المفتوح، ربنا كرمنا حققنا فيها شهادتين مركز ثاني، كان فيها لاعب دولي يعني لاعب قبل كده الحمد لله رب العالمين كابتن احمد شعبان عبد الحميد، ودي ثاني بطوله دوليه يشترك فيها يحصل فيها على المركز الثاني. زائد ان بطوله الجمهوريه للشد قايتان اليابانيه عام 2011 حصل على لقب احسن لاعب لرياضه الشد قايتان، وطبعا كان تكريمه تحت اشراف الكابتن ايضا النميري عبد الله. احنا هنستهدفكم ان احنا هنبدا معانا شاعره، يعني هي شاعره جميله وصديقه من تقريبا 10 او 11 سنه، وهي عضو نادي ادب المنيره من جابه، فهي مستعجله عايزه تمشي، فاحنا ان شاء الله رب العالمين هنستهدفكم ان احنا نقدمها اولى فقراتنا الشاعره نجلاء السيد سعيد. تفضل. كنت مني، كنت جوه قلبي ساكنه، همس صوتك شمس ليلي، شق عيونك نور سنيني، هلمس سنين اللي اترسم جوايا انتي، كنت راسمه بالحروف في جدار فؤادي، كنت صايم، كنت مخلص وانت كنت وياكي في عذابك، قلبي راضي، حبك انتي جوه مني، الف حلم ليكي شايله، علميني اكره ملامحك، علميني اكره كلامك، علميني انسى حبك، يمكن اقدر اعيش وثاني، يمكن انسى انك حبيبتي، يمكن انسى انك ملاكي، شيء مهين انك تكوني جوه مني، شيء مهين، شيء مهين انك تكوني حته مني، شيء مهين، وانت نارك جوه مني بتحرق القلب اللي حبك، شيء مهين اني اشيل جوايا حبك، وانسى جرحك، وانسى انك يوم جرحتي قلبي كان عايش في قربك، وانسى انك يوم ظلمتي قلبي كان عايش لحبك، علميني ازاي يموت جوايا حبك ويتولد احساس اناني يخون في قلبي، علميني اكره ملامحك. هنقدم الاستاذه نجلاء هتقول لنا قصيده ان شاء الله من روائعها الادبيه، وبقدمها وبقول: وكيف انساك يا سمره، ومهما طال السفر والبعد سكناني، ومهما طال الليل عشق القلوب مرسالي، ومهما كنت وحيد فكفايه صورتك قدامي. مع الاستاذه الشاعره نجلاء السيد. هقول حاجه باسم بايديك فتحت بيبان الحزن ليك، وسجدت الحلم فيا وانكسر،
علمت قلب الحزن ليه وزرعت في الحلق المرارة. شد الخناق شد الخناق واخنق كمان، ازرع سنين الجرح واحصد مرارها. بايديك فتحت ببال الحزن وانفطر فيا الحنين، واتبدل كل المعاني صبحت مفيش احساس ولا ذكرى حتى اكون شايلاها ليك. بدلت ليه كل المعاني وسنين حنيني وحبي ليك، صبحت تمنها الغدر ليه، صبحت خيانه ليه في دمك. والحب ليه الحب ليه بينكسر ويتولد فينا الالم. ما انت حب سنين طويله، انت جرحك شق فيا سنين حنين، جرح ينزف طول حياتي ما ينتهيش، جرح شق الطيبه فيا وانفطر فيا الحنين. اقتل سنين الحب فيا واكسر الاشواق ودمر التضحيه ليه صبحت تمنها الغدر ليه. ما يهمناش مين ينكسر جواه معاني طيبه، ما يهمناش ينعدم فينا الضمير وتروح ملامح طيبه، ما يهمناش جراح تهد الحيل وتقتل فينا، ما يهمناش سنين الجرح مكتوبه تكون لينا وتتسطر على جبيننا، سنين الحزن مكتوبه تكون لينا وتكسر الفرحه جوانا، ومش قادرين نقول للخلق ايه فينا. احضاننا صبحت سراب، احضان بتزرع طول سنينهم فرح وامان، صبحت تمنها الغدر ليه، صرختنا ليه مش قادره تطلع وتفجر الحزن اللي فينا. صعبان علينا سنين بندي ما بناخدش، نزرع الافراح في دارهم والعذاب سايبينه لينا، ندي شوق وحب وحنان وخوف عليهم ما ينتهيش، والعذاب سايبينه لينا. ملعون ابو الحب اللي بينا، ملعون ابو العشره اللي جمعت فينا. شهادة مقدمة إهداء للشاعرة نجلاء السيد من الأستاذ ياسر كمال رئيس مجلس إدارة جريدة ثورة مصر. يلمت أنا وأنا بيكي من غيرك أبقى شيء تاني. ليلك وفا شمس الجفا، عارفك في الغربة عشقاني، ما أنا منك وأنتي حبيبتي وحشاني. مع الشاعر الجميل سكرتير عام نادي أدب المنيرة الشاعر محمد عبد العليم. اتفضل حضرتك أستاذ محمد عبد العليم. هيلقي حاجه من احدى دواوينه تحت عنوان ثانية اليد. الصوت مش واضح يا جماعه. احنا كمان محمد الناس كلمنا ولا ايه؟ امال ايه طيب؟ احنا عايزين التعابير بتاعتك انت لينا احنا كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أننا في رحاب جمعية ثورة مصر، فأنا هقول قصيدة مكتوبة في 2010 قبل الثورة، يعني إهداء للمخلوع. فبنقول له فيها: نظرتك من فوق خسيسة، نظرتك من فوق خسيسة وإحنا أمة مش رخيصة، نظرتك من فوق خسيسة واحنا أمة مش رخيصة، احنا غاية في الكرامة نرفض العيشة بمهانة، احنا أصل وله جذور، الحبايب فوق رؤوسنا والأعادي لو تدوسنا نبقى زي رمل ناعم، راح نهب في يوم عواصف نبلعك ولا شيء يخشى، احنا مش خيط عنكبوت، لو تقرب منا أكتر كل واحد فينا يبقى أخطبوط، يخنقك ويهد عزمك غصب عنك راح تفارق أو تموت، غصب عنك راح تفارق أو تموت. دي طبعا كانت قبل الثورة يعني أنا ما ركبتش الموجة. كانش ينفع يبقى في أكتر من كده. ما ركبتش الموجة. أنا ما كنتش من الفلول يعني. لا ما كنتش من الفلول وهي مثبوتة يعني بس قبل الثورة. أي سؤال يعني سياسة طبعا.
والله مش عارف نسي عبد الله 30 سنه بس يعني مزنوق في خانة اليك. مزنوق في خانة اليك من كام سنة والظهر مش مديك سماح. مزنوق في خانة اليك من كام سنة والظهر مش مديك سماح. نفسك تعدي السور وتخرج للبراح، نفسك تنول الحلم لكن أيدك طول الجراح. حلمك مفاصله اتيبست من زنقتك، ما عادش قادر يخرجك، ما عادش يقدر غير يا دوبك على النواح. والغلطه دايما غلطتك، ما لعبتش اللعبه بذكاء. الغلطه دايما غلطتك، ما لعبتش اللعبه بذكاء. والزهر عمره ما يعترف في اللعب ابدا بالغباء. الزهر عمره ما يعترف في اللعب ابدا بالغباء. غير طريقه لعبتك، حدد خطاوي سكتك وبلاش تخاف. الجبن مش هيعود عليك الا بندم، والصبر مش موصوف لحالك. الصبر مش هو الرجاء، الصبر على المكتوب عباده، اما على الاعداء فناء. يا تقلب اللعبه في عينيهم وتبدا الدور من جديد، يا تعيش حياتك كلها مزنوق في خانه اليك مستني الوليد. مزنوق في خانه اليك مستني الوليد. هذا الرجل المتعدد المواهب، وبشكر حضراتكم جميعا. وانا سعيد بهذه القصيده ان هي يعني عاشت الثوره. يعني من ضمن القصائد النقاد تحدثوا عنها انها من ضمن القصائد المحرضه على قيام ثوره. فانا سعيد ان هي يعني اتمنى ان هي تكون جزء. بنشكر الاستاذ محمد عبد العزيز دكتور احمد الشهاده مقدمه اليه من جريده ثوره مصر مع الاستاذ ياسر كمال خليل. اتفضل. وتمر السنين بيا وانا فايتك، وتلال الاهات فيا مع روايتك، وترقرق دموع العين ما انا فاكرك. وكيف انساك يا سمر، وكيف انساك يا سمر، وكيف انساكي وانت للحمام غيه، وكيف انسى الامل فيا، وكيف انساكي وانت للقلوب نيه، وكيف انسى وكيف انسى وكيف انسى ولو هنسى ما جاوز 1%. هنقدم واحد من ضمن الجماعه زي ما كلمنا كابتن النميري عبد الله، راجل اولا بطل دولي، حصل على الحزام الاسود في رياضه الكاراتيه، حصل على عده احزمه وعده بطولات في رياضه الشيدو كايكان اليابانيه، تدرب بره مصر في ايطاليا وعده دول اوروبيه، درب جهاز الارهاب الدولي في مصر هنا اكثر من 12 سنه. يعني ليه بعض الحاجات المهيبه جدا اللي ان شاء الله ربنا بعض الناس او نصكم تقريبا جميع الفريق واولياء الامور فرجتوا على العروض بتاعت الكابتن النميري، وقريب ان شاء الله ربنا يتفرج على حاجات ثانيه وثالثه بامر الله رب العالمين. وهو اول من وضع بذره رياضه الشيدو كايكان اليابانيه في مصر هنا، هو اللي اكتشفها، هو اللي نزلها مصر هنا. فاحنا يعني هنستاذنه ان احنا ناخد شويه من خبرته في رياضه الشيدو كايكان اليابانيه. تحيه كبيره كابتن الشيدو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بتواجدي مع أخويا حبيبي كابتن محمد ومع حضراتكم طبعا. وطبعا أنا مفيش كلام أقوله بعد الكلام اللي اتقال من الشاعرة والأستاذ الشاعر، طبعا كلام جميل جدا اللي سعدنا بيه، والكلام اللي قاله أخويا محمد طبعا، وهو بالغ كتير جدا. يعني أنا الكلام اللي هو قاله ده مجاملة. إحنا كلنا بنلعب بالرياضة للرياضة فقط لا غير. وانا سعيد جدا باللعيبه اللي مع الكابتن محمد لانهم كلهم ابطال، وكانوا عندنا كسبوا بطولات في الMMA والشيدو كايكان. وطبعا احنا كنا عايزين نتكلم نبذه صغيره عن الرياضه فقط لا غير. طبعا احنا قبل ما ابدا طبعا اشكر الاستاذ العزيز استاذ محمد استاذ ياسر من جمعيه ثوره مصر للتنميه، وتواجده واهتمامه بالرياضه، والاخوه الزملاء كلهم اللي في الجمعيه. وسعيد جدا بوجود حضراتكم كلكم.
فطبعا انا هتكلم في الرياضه بس لاني يعني احنا عايزين نعرف لعبه الدفاع عن النفس اللي احنا بيلعبوها فريق كابتن محمد. فهي لعبه شامله من جميع العاب الدفاع عن النفس، بتشمل البوكس والتايكوندو والجودو والكاراتيه والمصارعه والايكيدو، يعني هي ميكس من فنون الدفاع عن النفس. وفي فريق جميل جدا مع كابتن محمد، انا مبسوط بيه لانه بيسافر وبيلعب بطولات في كل حته، ومن احسن لعيبه. انا بصراحه معجب بيهم جدا لان فيهم ناس مستواهم، بس انا مش فاكر اسماء يعني بصراحه، بس مستواه جميل جدا، وان شاء الله نشوفهم في بطولات عالم. وطبعا احنا كلنا جايين عشان ننشر الرياضه للشباب، وان الشباب يبعد عن الحاجات اللي مش كويسه، ويبقى الرياضه دايما بتدفعه لقدام، انه يبقى شاب كويس ويعمل نتيجه كويسه لمصر. وكلنا طبعا سعداء بتواجد حضراتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، وشكرا. الكابتن نميري خدنا بسرعه كده وما استفدناش منه اكتر من اللازم، ولا ايه رايكم؟ يعني كراجل متعدد المواهب الرياضيه بالامكانيات اللي اتكلمنا عليها ديت، واحنا فعلا ما اديناهوش حقه، وكان بيقول هو مش حقه، احنا فعلا ما اديناهوش حقه. وكنا نتكلم بصراحه، لو حد مثلا جاب مجال الادب وعلم مجال الادب في مصر فهو ذو مكانه ادبيه، حد جاب الرياضه من بره وجابها مصر هنا فهو ذو مكانه رياضيه. فهو لما راجل يتعلم من الخبراء من بره رياضه الشق فايتان، ويجي باول من اسس او وضع البذر في هذا الحجر الاساسي بتاعها في مصر هنا، فدي الصراحه بالنسبه لنا يعني عملاقه رياضيه من كابتن نميري عبد الله، وربنا يا رب يوفقه ان شاء الله رب العالمين. ونقول قالوا لن نسكت ابدا، قالوا لن نرضى بغير التغيير، قالوا ليس لدينا الا دمانا، قالوا ليست للحريه بديل. هنقدم مشرف عام صفحه الادب بجريده صوت امبابه الاستاذ سمير عبد الجواد. اتفضل يا استاذ سمير، اللي عايز تقرا شهود النهارده. استاذنكم في ان انا اقول حاجه لمصر. كلنا هنا مصريين بحبك موت، ولو حتى نداني الموت. بموت فيكي وفي عينيكي وعشقك يا شفايف الطول، ولو حتى ظلمتيني وجلبتني بالعصا والصوت بموت فيكي وبحب الصوت. بحبك كلمة جوايا كاتبها بدم في شوارعك وعشقك، وانتي نسايا ونسياني يطول صبرك. يا كاس رياء أوجاعي يا موال الصبا المنشود، خديني في حضنك الدافي ودميني سيبيني أدوب فيكي وفي عينيكي وفيكي أموت. تاخدني الغربة تقتلني وأنا وحدي بموت من الخوف، أجيب صورتك تطمني تريح قلبنا الملهوف. لطيبة ناس ليكي عايشين وبالرحمة فيكي عاشقين، عيونهم حارسة لحدودك قلوبهم ليكي مش قاسيين، وأنا ليكي وبموت فيكي. بقالي سنين عايش بحلم أشوفك أحسن الحلوين، وأسرح على يمينك وأغنيلك عظيمة يا مصر. بموت فيكي وبحبك. شكرا. يا دولة حق، يا دولة حق، وانت للحقوق دستور. يا كلمة لا جددت الظلام للنور، يا أم الكل عشاقك، ومش عشقك ومش لاقي ومش ساكنك، لكن القلب مشتاق لك، لكن القلب مشتاق لك. وقصيدة أخرى للشاعر الجميل الأستاذ سمير عبد الجواد. كلام ناصر. نجيب قاضي يحكم ويتحكم فينا،
ونعمل قمة ب100 ذمة يضيع الوقت فينا. في شارع على المنصة يا جماعة. في شارع على المنصة. الصوت يا جماعة. اتفضل يا استاذ سمير. في شارع على المنصة. كلام فاضي. نجيب قاضي يحكم ويتحكم فينا، ونعمل قمة ب100 ذمة يضيع الوقت يفدينا. يعدي اليوم وراه كذا يوم وتتغير ملامحنا كأن اليوم ده آخر يوم، هيجي الموت يريحنا ولسه القمة بتكرر. ولسه القمة بتكرر وبتساعد وبتأيد كلاب على الدم تتغذى تموت غزة عشان قاضي. كلام فاضي. وحوش تنهش تمص الدم، ترصد شعب مات من الهم، وادي الأم بتحضن من الولاد 5. بارود الغدر قطعهم وبتشاهد ملامحهم بتنزل دم. ولسه القمة بتكرر. ولسه القمة بتكرر وبتساعد وبتأيد كلاب على الدم تتغذى تموت غزة يموت تموت غزة وميت غزة عشان قاضي. كلام فاضي. تجوع الخلق تتعرى لصالح مين؟ كلاب ملاعين يبيع الأخ حلم أخوه لأي غريب عشان ملاليم، عشان كرسي بيتصلح تموت ملايين. ما لسه القمة هتكرر. ما لسه القمة هتكرر وهتساعد وهتأيد كلاب على الدم تتغذى تموت غزة عشان قاضي. كلام فاضي. لابد نعيد نهار حطين ونتجمع نزلزلهم كلاب ملاعين بإذن الله هنهزمهم ونسحبهم كما المساجين. ولو متنا نشوف جنة ولو ماتوا في نار خالدين. يا ريت القمة ما تكرر ولا تساعد ولا تأيد كلاب على الدم تتغذى تعيش غزة يموت قاضي و100 قاضي. كلامي ليكم مش فاضي. كلامي ليكم مش فاضي. شكرا. شهادة مقدمة من جريدة ثورة مصر القديمة للأستاذ ياسر كمال رئيس مجلس إدارة الجريدة للشاعر الجميل الأستاذ سمير عبد الجواد المشرف العام لصفحة الأدب بجريدة ثورة مصر. ظهور في عمر الصبا صحيت لقت الدم غرق أرضها وعدو بينهش أرضها وحريم كانت لا يمكن تستكين استباحوا جسمها. مشروع وليد في بطن أمه مشروع وليد في بطن أمه قالوا لا يمكن يكتمل شقوا البطون لأجل ما يموت حلمها. هنلتقي وإياكم مع الأستاذ ياسر كمال خليل رئيس مجلس إدارة جريدة ثورة مصر ورئيس مجلس إدارة جمعية ثورة مصر للتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا برحب بالمجموعة كلها الموجودة وبرحب بأبطالنا وبرحب بأولياء الأمور اللي الواحد فعلا سعيد إن هو شافهم النهاردة
وبرحب بالكابتن نميري الخبير، مش هقول بقى خبير مصري بس يعني ما تنفعش راجل خبير يعني، وعنده كل الامكانيات، فنقول الخبير الدولي كابتن نميري. اولا احنا جمعيه يا جماعه، عندي نبذه بسيطه بس كده عن الجمعيه قبل ما نتكلم في اي حاجه، عشان انا عايز الشباب اللي هي خدت البطوله دي ومحتاجهم فعلا ان هم دول ثمره مصر الجايه، لان مصر الجايه بالشباب اللي طلعت وسافرت وعملت بطولات وبتيجي تلعب هنا وبتلعب في اي مكان من اجل الرياضه بس، ما بتحبش حاجه غير انها بتحب الرياضه بس. دي فعلا الشباب اللي هي بتحتاج ان حد يدعمها، مش لازم يكون الدعم مادي، بس ممكن يكون الدعم معنوي، دعم الشاب منه يحس ان هو فعلا في حد بيسأل عليه، فعلا في حد بيجري وراه، زي ما اولياء الامور جم النهارده وشرفونا واحنا سعداء فعلا بيهم، ومجموعه الشعراء الجمال اللي موجودين معانا والصحفيين الموجودين والناس الموجوده، ده فعلا دعم. ويا ريت الشباب الموجوده اللي هي طلعت وعملت البطولات دي تعرف ان كل الناس دي وراها، وكل الناس دي بتحبها، وكل الناس دي عايزاها تستمر في اللي هي فيه. فاحنا النهارده مع البروتوكول اللي عاملينه مع أكاديمية شاونن للفنون القتالية، جمعية ثورة مصر عاملة بروتوكول مع أكاديمية شاونن للفنون القتالية في تنمية المواهب الشابة، تنمية المواهب الرياضية اللي بتطلع من قلب الأكاديمية هنا، وبنحاول إن احنا ندعمها ونغطيها إعلاميا، ونغطيها سواء كان في جريدة أو سواء كان على صفحاتنا على الفيس أو سواء كان على القناة بتاعتنا على اليوتيوب. فكل الكلام ده احنا بندعم بيه الشباب الجميل الموجود وبندعم بيه، ويعني احنا بنحتاج كمان دعم من الكابتن نميري ومن كل الابطال اللي زي الكابتن نميري والخبراء اللي يقدروا يساعدوا بيها الشباب المصريين الجمال اللي بيحبوا الرياضه وبيحبوا مصر. ما هي معلومه برضو احب اوصلها لكل اولياء الامور، الولد اللي بياخد من وقته، بياخد من جهده وبيستغله صح في اداء رياضي وفي مجهود، ما بياخدش عليه مقابل، بل بالعكس هو الراجل ده بيكلف نفسه اكتر من طاقتها وبيجي ده كله، فالولد ده فعلا بيحب مصر. ولما يكون عنده انتماء لبلده فهو عنده انتماء لاهله، عنده انتماء لابوه، عنده انتماء لامه، عنده انتماء لاهله بالكامل. فطالما انت بتحب مصر فانت فعلا بتدي لاهلك كل اللي انت عايزه. فالانتماء ثمره لابد ان تروى بعرق الاهل وبعرق الشباب الجميل الموجود. وانا بشكر الكابتن محمد عبد الله اللي قعد لنا الندوه الموجوده حاليا دلوقتي، وبطلب من الشباب الموجوده ان في الحلقه دي بتتسجل وفي ناس هتشوفها كتير. لو كل واحد النهارده نستغل الكابتن نميري بقى بعد اذنك الكابتن، يعني نستغله كده ونحاول ان احنا نبتزه، وكل واحد عنده سؤال، كل واحد عنده يعرف معلومه يتفضل يبعت اسمه للاستاذ محمد عبد الله عشان يجي على المنصه ويسال الكابتن نميري، والكابتن هيساله ويقول له على كل يجاوبه على كل الحاجات اللي هيسال عليها. وكل الكلام ده يعني ممكن كل واحد ده يا جماعه دقيقتين. وشكرا لكم جميعا. من واحنا صغار، من واحنا صغار واحنا بننتظر النهار يطلع يدفي حلمنا وبشمس دافيه يضمنا. يا حلمنا لساك مصر ما تتولدش وبحضن رحمك تنجفن. اخرج خد الغشاء اخترق الرحم اكسر جدار المعزله. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا الى حضراتكم مره ثانيه وهنستكمل حفلتنا النهارده والمهرجان الرياضي اللي احنا عاملينه النهارده. وزي ما وعدتكم قبل الاذان ان في معانا مبدع منشد ديني الاستاذ احمد ناصر جمعه. هو طالب بكليه الزراعه جامعه القاهره، وفي نفس الوقت حصل على تكريم من اكثر من 5 أو 6 جامعات مصريه، وحصل على تكريم من خارج مصر، وحصل على جوائز عده من مصر هنا في الارشاد الديني والابتهالات الدينيه. هنستخدمكم بقى الصوت عشان نسمع يعني صوت جميل جدا 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 انا وهو المنشد احمد ناصر جمعه، ونحييه كلنا بعدين. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. سباحا لله في العرش طيور
من وهو أيضا صنع من الندى من فيض من وهو أيضا صنع من القابض الله والباسط الله القابض الله والباسط الله 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 يعني اظن ان احنا عايزين نسمعه تاني. طب ايه رايكم نسمع لاجل النبي؟ طيب بعد اذنكم عشان هو مش هينفع لوحده نشارك معاه. يعني يعني هنشتغل وراه القران. ماشي يا ابطال؟ هو يقول واحنا هنشتغل وراه القران لان لاجل النبي محتاجه ناس تردد وراه عشان ايه الندى بتاعه. استاذ احمد اتفضل. طب انا اتفضل تعالى. لا عادي العلم الاستاذ احمد ناصر جمعه احد تلامذتي برضه في رياض الكوره وفوق وكان بيتدرب معايا تقريبا وهو في 5 ابتدائي فهو راجل مقاتل برضه مش منشد وبس. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاة على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاة على النبي لاجل النبي يا إله الكل كل لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كل يا اله الكل كل انت عالم بيا كل لاجل النبي لاجل النبي يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف من عبادك ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاة على النبي لاجل النبي شكرا ولا يا جماعه تقبل صلاة على النبي لاجل النبي يا رب لاجل النبي يا رب لاجل
يا رب توبة بعد عصيانه قبل العشيب وانحني قبل العشيب وانحني وامشي بعصياني قبل العشيب وانحني وامشي بعصياني ولأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي. الأستاذ محمد عبد المجيد والأستاذ محمد عبد العليم. هنستأذنكم إن في بعض المشاركات للمدرب الدولي لرياضة الشندوكاي كان اليابانية، وبعض الأسئلة عايزة يتم توجيهها من الكابتن مصطفى السيد الشافعي السيد طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان. اتفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر الكابتن محمد عبد الله على الحفله الجميله جدا دي، وبشكر الكابتن النميري على تشريفه لينا. واحب اسال الكابتن بالنسبه للاعب الشندوكاي او ايه المقومات اللي لازم تبقى متوفره فيه، وايه المقومات اللي لازم تبقى متوفره له عشان يبقى لاعب جيد؟ شكرا. بص يا محمد، احنا بنتكلم ببساطه بس عشان كله يستفاد يعني. هو عادة الشندوكاي دي لعبة يابانية أساسها الجيتسو الياباني. الجيتسو الياباني ده هو المدرسة الأساسية اللي طلع منها كل مدارس الدفاع عن النفس، عشان حد لو أنت اتكلمت تبقى عارف. فببساطة هنقول الجيتسو الياباني دي عبارة عن 5 ألعاب في لعبة واحدة. 5 ألعاب في لعبة واحدة. المدرسة الأساسية في اليابان هي الجيتسو الياباني، طلع منها مدرسة زي مدرسة الشندوكاي. فطبعا المقاومات السؤال بتاعك عشان ارد على سؤالك، ان لاعب سيلف ديفنس اللي هو فنون القتال المختلطه زي MMA او UFC او الالعاب المختلطه بيبقى عنده 5 عناصر بيقويهم. اقولهم تاني، 5 عناصر بيقويهم. العنصر الاولاني هو عنصر القوه البدنيه وعنصر السرعه الحركيه، ولازم يبقى عنده فنون المختلط اللي هو اللكمات اليدين والرجلين والرمي والتثبيت والكسر. ثم بيبقى عنده عدد خطط متدرب عليها تدريب عالي جدا مع المدرب بتاعه، والفنيات الخططيه اللي هي بيديها له المدرب اللي هي تشمل ال5 حاجات اللي احنا قلناها، اللي هو ايدين ورجلين ورميات وتثبيت وكسر. طبعا غير اللياقه البدنيه والاسترتشات. كل المجموعة دي انت بتنمي نفسك على اعلى مستوى علشان توصل تبقى لاعب فايت في لعبة الشندوكاي او الجيتسو الياباني، انك تدرس اللعبة الاساسية اللي هي الجيتسو الياباني عشان توصل تلعب MMA او UFC. حتى لو انت شفت اللعيبة في MMA والUFC بتلاقي في الCV بتاعه ان هو بيلعب جيتسو ياباني او جيتسو برازيليان او ماي تاي، بيشمل جميع العاب الدفاع عن النفس عشان يوصل يلعب MMA او UFC. وطبعا اللاعب UFC ده بيبقى لاعب مميز جدا لانه بيلم ما هو كله سيلف ديفنس. والتوافق العضلي العصبي ده مهم جدا، ازاي تتعلم تاخد الفنيات من المدرب وتحطها لنفسك وتعرف تنسقها مع جسمك عشان تعرف تلعب وتاخد الماتش بطريقه فنيه عاليه.
شكرا. هنقول الاستاذ محمد عبد المجيد. ومين زيك ومين زيك واللي زيك مين، عايمه في دنيتي وحلمي يمو العيون حلوين، ومين قدك واللي قدك مين، قوليلي يا نجمايه يا حلوه الحلوين، عاشقك وعاشق ليلك، عاشق سواد العين، عاشق انا لونك عاشق، وجفن العين يتمنى يوم يبقى بالله للعاشقين. هناخد السؤال الثاني وهو للاعب الدولي واللي حاصل على لقب احسن لاعب في رياضه الشندو كان عام 2011 وتم تكريمه من الكابتن النميري عبد الله، والحاصل على بطولتين دوليتين في رياضه MMA اللاعب الكابتن احمد شعبان عبد الحميد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا احب اشكر الساده الحضور اللي شرفونا النهارده، واحب اشكر كابتن منير واستاذ ياسر، وهحب اشكر الاستاذ المنشد اللي كان معانا النهارده، واشكر الكابتن بتاعي ومدربي اللي انا بسير على خطوه كابتن محمد عبد الله على ان هو قدر يجمع الناس دي كلها النهارده عشان يوضح لهم مفهوم الرياضه ومفهوم الادب مع الرياضه. السؤال لكابتن نميري، هل في فرق؟ اشكر الكابتن محمد نميري على مجيئه وتشريفه هنا في اكاديميه شاول للفنون المصريه، واشكر برضه الكابتن محمد عبد الله. السؤال اللي هو ايه قوانين لعبه الشندو كايكان؟ قوانين لعبه شندو كايكان زي اي لعبه، بس هي عشان بتشمل اكتر من فنيات، انها بتشمل ايد ورجل ورمي وتثبيت وكسر. فطبعا هي المحترفين بتضرب ضربات اليدين في الصدر الجوله الاولى، وبتبقى في حلبه مش بساط، وبتضرب ضربات الايدين مفتوحه الصدر والرجلين والرمي والتثبيت، وضربه اليد عليها نقطه، وضربه الرجل عليها 3 نقط في الوش، والرمي عليها نقطتين، وتثبيت مفصل بيتعدى عليك 6 عدات. لو لحقت تكسر مفصل خلص الماتش، ما لحقتش بتاخد نقط، بتاخد نقطتين على انك انت رحت على المفصل بس. وبتتكون من 3 جولات، الجوله الاولى بايد مفتوحه، الثانيه بايد مفتوحه يعني كلبز مفتوح، الجوله الثالثه كلبز مقفول وبتلقى جاكيت وبنطلون، وبتبقى كل جوله دقيقتين و30 ثانيه بين كل جوله وجوله. بنشكر الكابتن النميري عبد الله، بس احنا بعد اذنكم عشان قبل طبعا النميري عبد الله طبعا مستعجل جدا وكان شغال وراه، وهو حقيقي فعلا يعني هو جاي لنا من اسيوط. خلي بالك انا تخيلوا مدى المعزه ومدى المحبه ان هو مثلا شخص يجي من محافظه لمحافظه اخرى وحوالي 500 او 500 وشويه كيلو، فكتر الف خير ان هو جاي النهارده مشرفنا. انا جاي عشان حضرتك يا كابتن محمد، وعشان حضرة المتواجدين كلهم واللعيبه، لان انا بحب اللعيبه بتاعتك جدا، مستواها جميل جدا في كل البطولات، وانا سعيد جدا برؤيه حضراتكم النهارده وبرؤيه الكابتن محمد. بس انا كنت عايز برضه طبعا كنت عايز الكابتن نميري يستفيد معانا شويه كمان عن رياضات الدفاع النفسي، ويوجه رساله للاعيبه الابطال اللي متواجدين النهارده. ده السؤال المهم. يعني عايز هو يطلع البهاريز اللي احنا بقى مش قادرين نطلعها، هو ككابتن وخبير رياضي دفاع النفس، هو يطلع البهاريز الرياضيه بقى. هو طبعا هنقول الاستفاده من العاب الدفاع عن النفس، عشان حضراتكم كلكم طبعا عندكم اولادكم. ايه الميزه اللي بياخدها لاعب دفاع النفس؟ مهمه جدا ومش هيتعلمها في اي حته ثانيه. الميزه ان بيبقى عنده ثقه في النفس، يعني ابنك بيطلع عنده ثقه في النفس، ما بيبقاش مهزوز، ما بيبقاش خايف، ما بيبقاش قلقان، لان دايما العاب السيلف ديفنس بتعوده على اني ويبقى واثق ان هو يقدر يعمل اي حاجه صح مش اي حاجه غلط، وبتبعده طبعا عن اي اخطاء. ثانيا بتديله جسم وبنيان قوي جدا بيساعده على مصاعب الحياه، وبتديله تركيز عالي جدا، وبتديله ثقه في النفس، وبتديله انه بني ادم عنده ذكاء فطري ازاي يتعامل مع المواقف، ما يبقاش متسرع، ما يبقاش متهور، ما يبقاش عدواني، لان الرياضه دايما بتهذب الاخلاق. فطبعا اي اب في الدنيا واي ام في الدنيا بتحب ان ابنها يكون في الصفات اللي انا قلتها دي.
وبعدين كمان غير كده ان هو يبقى ملتزم دينيا. يعني اي واحد رياضي سليم جدا بيبقى ملتزم دينيا بينه وبين ربنا كويس، فبقى ربنا بيكرمه في الحياه. فطبعا الرياضه بتعلمك كله ده، فالا لو رحنا المدارس او رحنا الجامعات ما بنتعلمش مثلا كل فقره رياضيه وفقره رياضيه. احنا يعني عشان ايه الجلوس مثلا ما يملوش مننا او بتاع، لابد ان يكون ايه في حياه ترفيهيه. أحمد الرسول أمدح المكمل، أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول، صاحب القبول، صاحب القبول. وجهه المفدى أخجل البدور، حسنه تبدى زادنا سرور. فهو لا محالة بلغ الرسالة، فهو لا محالة بلغ الرسالة، فهو لا محالة بلغ الرسالة، فهو لا محالة بلغ الرسالة. ماحي الضلالة صادق المقالة ربنا نالا، فهو لا محالة بلغ الرسالة صادق المقالة. من رأى جمالا فاز بالحبور. احنا بالمناسبه في طبعا اكثر من 20 مقاتل رياضي من مقاتلي اكاديميه الشاولي المصريه للفنون القتاليه مش متواجدين النهارده. على سبيل المثال الحصر اللاعب سيد ابراهيم سيد عبد الرحيم ودي شهاداته، كابتن محمد مجدي محمد صباح، اللاعب عبد الرحمن عباس محمد احمد، مصطفى عادل، اللاعب محمود احمد عبد المؤمن احمد بدر، اللاعب ثروت رفعت حبيب، اللاعب محمد ابراهيم دسوقي الجمال، اللاعب احمد بسيوني حبيب ابو خضره، اللاعب ياسر محمد ابراهيم ادم، اللاعب رضا محمود سيد، اللاعب محمود السيد مغاوري. دولت مجموعه لعيبه مش موجودين النهارده. ان شاء الله 40 شهاداتهم هتكون مع الكابتن احمد شعبان عشان يبقى هو ايه يديها لهم. ولكن دلوقتي هو في اللاعب مصطفى الشافعي عايز يهدي قصيده للكابتن النميري عبد الله. صح كده يا كابتن مصطفى؟ اتفضل حضرتك. انا بعد القصيده ديت للكابتن النميري واستاذ ياسر ومنشدنا الجميل وللساده الحضور كلهم. بلغوا عني ما اقول، قصر القول فذا شرح يطول، انه سر غامض ضربت من دونه اعناق الفحول. انت لا تعرف قدر من انت ولا تعرف اياك الوصول، انت لا تعرف صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. اين منك الروح في جوهرها هل تراها؟ لا ولا تدري كيف منك تجول. هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا ولا تدري متى عنك تزول. آكل الخبز أنت فقل لي كيف منك يجري أم كيف تبول. أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول فلا تقل لي كيف يسمع أم كيف يرى، فهو رب الكيف والكيف يحول. وهو فوق الفوق ولا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول. جل ذاتا وسماتا وصفاتا وعلى قدره محمد. باللي باعك وبقوة كسر سنانك، أخيرا عرفتي
من لسانك واللي يستاهل حنانك، اللي قدم عمره كله لاجل يسمع كلمة حلوة من لسانك. ما تقولي لي ياما ليه قلبك ده كان قاسي ليه؟ سبت عينك متدارية عن قانون الظلم ليه؟ خدت ايه غير المهانة والانكسار؟ سبت ليه الجوع بيقتل في الصغار والكبير خايفة عليه؟ ما تقولي ليه؟ كان في لسانك اللي دايما كان يدافع عن الكبار. كان في ضميرك اللي مات من الانتظار. سبت نفسك ليه تشيخي والسنين تاكل في عظمك، والكبار ينهشوا فيكي والصغار ياكلوا في ضوافرك. بس بركه اللي انت فقتي قبل ما يضيع النهار والكلاب تعوي علينا يمسحوا كلمه صغار باختصار. قومي يما من سكوتك، خيطي قطع الهدوم، رممي الكسر في حيطانك، نادي على الولاد تقوم، وادعي بالرحمه لولادك اللي ماتوا فوق ميدانك، وارفعي رايه الشهيد اللي جاب ليك الكرامه. شكرا. المسلمين احاسبك على ايه؟ على الارض اللي بارت، ولا الضحكه اللي غارت، ولا كلام التعتيب؟ احاسبك على القلوب اللي ظهرت عيوب حكومه اهل حزبك اللي عشت. يعني لازم برضه نكرمهم، لان زي ما اللاعب كتر الف خيره انه بيجتهد وبيعمل بطولات والى اخره، برضه كتر الف خير والده او والدته اللي هم بيسعوا ان هم يخلوهم ان شاء الله بقيت قيمه رياضيه في مصر هنا. فدي يعني برضه بترجع للاب او للام عامه والامر بصفه عامه. ودي شهاده تقدير من اكاديميه الشاولي المصريه للفنون القتاليه للاستاذ طارق محمد بن داري. ودي شهادة لولي أمر اللاعب ركابح عامر حسين، وهي لولي أمره الأستاذ عامر أحمد حسين، وهو الأستاذ عامر للعلم رجل دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية. والسيدة سماح إسماعيل ولي أمر اللاعب محمود إمام. الناس الصراحة تستحق التشجيع، لأن بأمانة يمكن أكتر